هاي ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده انتوا انتظرتوا مني كتير جدا، وهو ايه الطرق اللي تقدروا تشتغلوا فيها في روسيا، وتقدروا تشتغلوا بقد ايه وبكام في الساعه، وكمان هيكون اونلاين زي ما انتوا بتحبوا. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو زي ما انتوا متعودين، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى، احنا سبق وعملنا بارت 1 من طرق الشغل اللي تقدروا تشتغلوها، وكان من بارت ال1 ده اللي هو الشغل في تينكوف. وانتوا كتير قوي بتدخلوا تسألوني عن البنك ده وهل الوظيفة لسه متاحة ولا لأ، بس للأسف الوظيفة دي بالذات لسه في تينكوف مش متاحة، أو تكون متاحة لفترة معينة، وبعد كده لما بيكون عدد الناس الوظائف او الناس اللي بتشتغل بتكتمل خلاص بيشيلوها. بس انا لقيت لكم وظيفه تانية في تينكوف، فعشان ما اطولش بقى كتير تعال نحكي في الوظيفه التانية. بصوا بقى، الشغل ده محتاج منكم شويه مجهود. مش محتاج منكم مجهود كبير زي الشغل الاولاني، لا هي واحد. بس هو الفكره ان هو برضه هيكون اونلاين، عشان ما تقلقوش، لا هو برضه اونلاين، بس الفكره هتحتاجوا شويه مجهود بس بسيط قليل قوي علشان تعرفوا لغه، على الاقل تكون عارف بنسبه 30% عشان يقدروا يشغلوك او يشغلوكي في البنك، لان هما محتاجين لغه في الحته دي بالذات. طب الشغل هيكون عباره عن ايه؟ برضه هيكون رد على العملاء وهكذا؟ لا، المرة دي هيكون حاجة خاصة بالتأمينات، بس برضه في بنك تينكوف. ازاي يعني؟ استنوا دلوقتي هقول لكم كل التفاصيل بالظبط، قد ايه المرتب، وكمان تقدموا عليها ازاي، وايه الفرق ما بين الشغلانة الاولانية والشغلانة التانية. وكمان في اخر الفيديو هتكلم عن شغلانة تالتة برضه بتكون اونلاين. بس طبعا وانتوا بتكملوا الفيديو ما تنسوش تدوسوا على اللايك. تعال نحكي على حوار التأمينات اكتر واقول لكم التفاصيل. انت بتاخد على التأمينات 20% اولا عمولة. طب تأمينات ايه بالظبط وايه؟ يعني مثلا حد عايز يعمل تأمين صحي زي ما كل الطلاب بتعمله، حد حابب يعمل تأمين على عربية برضو، اكيد في طلاب كتير عرب انتوا تعرفها ان هي مشتريه عربيه ياندكس، واكيد عاملين تامين على العربيه، لان في روسيا من غير تامين بتاخد اشتراك اللي هو غرامه. طيب حد عايز يعمل تامين على شقه، على حياته، على اي حاجه whatever ايا كان اللي هيعمل عليه، انت كل مره لما تيجي تعمل للشخص ده تامين، واكيد انت هيكون عندك معارف كتير قوي يعني، كل مره لما تيجي تعمل تامين لحد بتاخد نسبه 20%. مثلا تعالى هديكم مثال، حد حابب يعمل تامين على عربيه بقيمه 100,000 روبل، تمام؟ وقيمه 100,000 روبل ده التامين بيكلف 6000 روبل، اوكي؟ وانت بما انك هتاخد 20% من قيمة التأمين، ف6000 ناقص 20% يبقى انت هتاخدوا 1200. بس ده مش مرتبك الاساسي، لا، ده بس بيكون النسبة اللي انت بتاخدها على العميل، زي شغل التأمينات اللي موجودة في مصر، نفس الفكرة هنا ممكن تشتغلها. ده غير طبعا مرتبك الاساسي. بس طبعا المرتب الاساسي بيختلف على حسب انت كنت بتشتغل ده نظام جزئي ولا نظام مؤقت، في فرق ما بين الاتنين. وكمان الجزء بيختلف سعر الفلوس بتاعته، ومؤقت كمان بيختلف الفلوس بتاعته، عشان كده لازم نركز في النقطة دي. وكمان لازم تركز انك كل عميل هتاخد 20%، ده مش مرتب اساسي، البنك كمان هيديك مرتبك الاساسي، ده بيكون حاجة اضافية عشان تزود الدخل بتاعك. تعال افهمك اكتر عن النظام الجزئي والنظام المؤقت. تعالوا بقى نحكي في نقطة النظام الجزئي والنظام الدايم. هل انت هتشتغل بأنهي نظام؟ مبدئيا مجرد ما انت بتبدأ تشتغل في البنك بتبقى بتشتغل على نظام جزئي، بعد كده بيحطوك على نظام دايم. طيب بتوصل ازاي لمرحلة النظام الدايم؟ حسب الكلينت اللي بتجيبهم، حسب العملاء، حسب قد ايه عملاء انت بتدخلهم للبنك فبيحطك بالنظام الدايم، ولو حسب قد ايه عملاء انت بتدخلهم للبنك بيحطك بالنظام الجزئي على حسب قد ايه. ولكن في الرينج احنا ممكن نقول انك في الشهر لو دخلت ما بين 3-5 وفوق 5 انت بتبقى نظام دايم. لو انت بتبقى تحت 5 ممكن تقول 3 مثلا، ده بيبقى نظام جزئي. طيب الفلوس بتاعت النظام الجزئي والنظام الدايم بتختلف؟ اكيد طبعا بتختلف. النظام الجزئي انت بتاخد في الساعه 100 روبل، وعلى حسب انت بتشتغل قد ايه وقت. يعني مثلا انت جالك عميل عايز يعمل تامين على عربيه، على شقه، على صحي whatever ايا كان العميل اللي جالك،
بعد ما هو بيجي لك العميل بتبدا ان انت تدخل للبنك وتبدا ان انت تعمل له التامين، ورقه التامين. هو كل ده هتتعلم في نظام تعليم بيعلموك هما ازاي ان انت تعمل التامين وازاي كل ده. ما تقلقش، كل ده انا هنتكلم عنه وهنحكي عنه، فما تقلقوش. بس طبعا النظام الجزئي بيبدا معانا سعر المرتب في الساعه 100 روبل، اما الدايم فبتبقى في الساعه 200 روبل. وطبعا يا جماعه الاسعار دي علشان ما نبقاش مختلفين مع بعض بتختلف من مدينه لمدينه، وطبعا الاسعار دي ما نحطهاش في الاعتبار ان هي ممكن تختلف اكيد مع موسكو، سانت بيتر، مع كازان، وهكذا الدول اللي هي متفوقة في روسيا او العالية في روسيا او اسعار اصلا المرتبات فيها عالية. فطبعا ما نقارنش المدن دي بالاسعار اللي انا بقولها. يعني مثلا ممكن في موسكو تبقى ال 100 روبل 200 روبل جزئي او 250، ممكن في سانت بيتر الدايم يبقى 300 400 وتفر على حسب انت بالظبط موجود في اي مدينة. حلو، جميل جدا. كده شفنا اول وظيفة. طبعا مش محتاجة اقول لكم علشان تشتغلوا في بنك تنكوف انتوا محتاجين تعملوا الفيزا بتاعة تنكوف، فعلشان كده انا هسيب اللينك تحت تقدروا ان انتوا تعملوا فيزا البنك، وكمان هسيب اللينك بتاع التقديم عن الشغل برضو تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت. بس طبعا ما تنسوش اللايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك. وكمان الفيزا اللي انت هتعملها في بنك تنكوف هتديك خصم 500 روبل على اول مشتريات، وكمان هيكون خدمة البنك او الخدمة المجانية للبنك هتاخدها لمدى الحياة. مش هطول، يلا نكمل الفيديو. تعالوا نشوف تاني وظيفة وهقول لكم بكل التفاصيل، وهنحكي اخر الفيديو ايه افضل ليك كطالب وتقدر تعمل عليه فلوس، وكمان علشان تقدر ان انت تجمع مصاريف الجامعة. تاني وظيفة الفرق ما بينها وما بين اول وظيفة ان انا مش هقدر اساعدك قوي ان انت ممكن تلاقي الشغل فيها. طب ازاي؟ احنا هنحكي فيها دلوقتي، هقول لكم ازاي كمان تلاقوا شغل في المدينة بتاعتكم، وهتكون شغلانة افضل بكتير من تنكوف. بس هيبقى فيها شوية حاجات، كل ده برضو هنحكيها على اخر الفيديو، وهنقسم ايه الافضل وايه الاوحش. طيب ايه الوظيفة؟ الوظيفة ان انت بتبدأ تقدم على شركات او مكاتب ايا كان، بس دي بتحتاج معاها لغة. يعني بتكون عارف روسي بنسبة 30% 40%، وعارف لو عارف روسي بنسبة 50% ده بيبقى حاجة واو قوي، وكل الشركات بتجري وراك حرفيا. بعد كده بتبدأ ان انت تبقى عارف لغة تانية، واللغة الأساسية اللي بيبدأوا ان هم يتعاملوا بيها وهي طبعا الانجليش. ولو معاك زي الصيني او العربي او الايطالي او الاسباني، اكتر اللغات اللي هم بيستعملوها هنا هي اللغات دي. لو معاك اي واحدة من دول بالاضافة للانجليش بتبقى توب بالنسبة للشركات، وبتلاقي فيه اوفر كتير قوي بيتعرض لك، عروض كتير قوي بتجيلك علشان تقدر ان انت تقدم في اكتر من شركة. طب انا الشغل ده هلاقيه ازاي، او ايه نظامه، او ايه وضعه؟ والشغل ده هلاقيه في البيت ولا هيكون ان انا اشتغل في الشركات؟ لا، الشغل ده زي ما احنا متفقين من بداية الفيديو، وعنوان اصلا الفيديو بتاعنا ان هو هيكون اونلاين، فعشان كده فيديو النهاردة هيكون كله اونلاين. فالشركة اللي انت هتدور عليها او المكان اللي انت هتشتغل فيه تبع الشغل هيكون برضو اونلاين. طب ازاي انت بتقولي اونلاين وازاي هدور على شركات؟ في شركات كتير قوي بتحتاج مترجمين اونلاين. يعني مثلا سمعت قبل كده عن النظام السماعة للشخص اللي بيلبسها وحد بيترجم له، هي دي الفكرة بالظبط. بيحتاج حد يكون مترجم، ولكن مترجم اونلاين. فانت لو قدرت تلاقي شركة من الشركات دي، وانا هقولك هتلاقيها فين، يعني ما تقلقش، انا مش بقولك الخيط وبمشي واسيبك، لا، انا هقولك كمان في اخر الفيديو ايه المواقع اللي موجودة عليها الشركات دي، وتلاقي فين الشركات، وتكتب ايه علشان تلاقي الشغل ده بالظبط. طيب مش هطول، تعال نكمل باقي الكلام. اولا الشركات دي لما بتكون عايزة منك اونلاين بتلاقيها اونلاين كاتبه ومفيش اي مشكله ومفيش اي وضع. بالعكس مرتبها بيكون افضل من مرتب بنك تنكوف، وفي الساعه ممكن تاخد 200، تاخد 300، تاخد 400. وبرده مش هرجع واقول لكم ان كل ده يختلف من مدينه لمدينه. يعني مثلا مش هنقارن موسكو بسانت بيتر، برضو الاتنين فيهم فرق، لان موسكو بتكون اعلى دايما في المرتبات، بعدها سانت بيتر، والتالت بتكون كازان. فلازم نبقى عارفين النقطة دي مع بعض. طيب احنا اتفقنا ان المرتبات بتكون افضل في الشركات. طب هلاقي فين الشركات دي، او هيبقى ايه نظامها اصلا؟ نظام الشركات او المكاتب بيكون سهل جدا. انت زي ما قلت لكم بتشتغل نظام مترجم بالسماعات، او بتشتغل مترجم ورقي. يعني بيبعتوا لك ورق، بيبعتوا لك حاجات، وانت المطلوب منك ان انت تترجم الحاجات دي، ويدوا لك مهلة معينة
وانت في المهله دي المفروض ان انت تترجم الورق ده وتبدا ان انت تعمله بترجمه وتبعته لهم، ايا كان بقى هم عايزين الترجمه دي عربي، انجليش، روسي، حسب اللغه اللي انت معاك. هلاقي الشغل ده بقى فين؟ هقولك اكيد في 2 برنامج انتوا اكيد عارفين واحد منه، لان احنا قبل كده اتكلمنا عن البرنامج ده وانا عملت فيديو مخصوص عنه، هسيب برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن، تقدروا انتوا تدخلوا تتفرجوا عليه. وفي الفيديو اللي هناك انا حكيت عن كل البرامج اللي انت هتحتاجها في روسيا من قبل ما تيجي. مش هنطول، تعال نكمل. البرامج دي واحد منهم انتوا عارفينه وهو افيتا، اكيد سمعتوا عنه، يعني مستحيل ما يكونوا سمعتوا عنه، اكيد سمعتوا عنه. افيتا بيبقى فيه بيكون عروض كتير قوي وحاجات كتير قوي للناس عايزه شقه، لنقبض بيها اي حاجه، زي اوليكس اللي موجود في مصر، بس ده اسمه افيتا. طيب والشغل التاني او البرنامج التاني بيكون اسمه اتش هي رو. هسيب برضو اللينك تحت للبرنامجين لو انتم مش عارفينهم، برضو في الديسكريبشن هتلاقوهم او هتلاقوهم في اول كومنت على حسب اللي هتلاقوهم موجودين فيه. طب انهي برنامج افضل؟ للامانه برنامج هي رو هو افضل بكتير، هو اتش رو عشان بس ما تتلخفنوش، اتش رو، بس هما بيقولوا هنا هي رو. اوكي. البرنامج التاني بتاع هي رو ده هو الافضل بكتير، لاني بيكون مخصص بس للشغل، انما افيتا زي اوليكس بالظبط اللي موجود في مصر بيبقى مخصص لبيع حاجات كتير، لشراء حاجات كتير، لمنتجات، لشغل حاجات كتير قوي. فعلشان كده بتلاقي الشركات دي مش بتنزل اعلانات كتير على البرنامج ده، بس مش هقولك ما تنساهوش، لا طبعا لازم تنزله وتدور عليه، يمكن تلاقي حاجة. بس برنامج هيرو بيبقى عليه كمية شركات كتيرة جدا من على مستوى روسيا كلها. انت بتحدد المدينة اللي انت موجود فيها، بتحدد المكان اللي انت موجود فيه، بتحدد انت عايز ايه بالظبط ونوع الشغل وكل ده وبيوصل لك. وطبعا هيرو مش هقدر اقولك ان هو بينزل عروضات كتيرة قوي، والاسعار بتكون موجودة، وبتقدر تتواصل مع الشركات والمكاتب دي بسهولة اكتر من افيتا. مبقاش في اي مشكله، لان افيتا اخر فتره كان بدا ان هو يطلب فلوس علشان يديك الرقم، انما حاليا لا. في هيرو لحد دلوقتي هو كويس، فالافضل طبعا هيرو في عروض كتيره قوي. بس افيتا طبعا ما تنسوهوش في الاعتبار، تنزلوا البرنامجين وتخليهم معاكم وتدوروا هنا وتدوروا هنا. بس الشغلانه دي فيها عيوب، فيها سلبيات. تعالوا اقول لكم بقى سلبيات الشغلانه دي، وبعد كده هعمل لكم جدول كده ونفضل نحلل ايجابيات الوظيفه الاولانيه وايجابيات الوظيفه الثانيه، واقول لكم من وجهه نظري ايه الافضل ليكم كطلاب. لو حابين ان انا انزل فيديو واحكي عن طريقه استخدام برنامج هيرو، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اكيد هنزل بالطريقه. في الفتره اللي جايه هعمل لكم فيديوهات كتير قوي، بس قولوا لي لو محتاجين الطريقه هي وكمان برنامج افيتو بقدر اساعدكم. السلبية الوحيدة اللي موجودة في الوظيفة التانية وهي ان ممكن في اي لحظة يطلبوا منك ان انت تنزل اوفلاين، يعني يكون عندهم اجتماع طارئ ومثلا النت معلق او شبكاتهم معلقة او ايا كان whatever، ويحتاجوا منك انك تنزل طارئي وتبقى طوارئ تنزل مترجم. في الحالة دي انت ما تقدرش تقول لا، لاني انت بتمضي معاهم عقد، وطبعا بيكون الشغل حكومي ودي حاجة كويسة جدا مش وحشة، ولكن دي اكتر مينوس ممكن تلاقيها موجودة او اكتر سلبيات ممكن تلاقيها موجودة في الشغل ده، هو ان ممكن يطلبوك في اي وقت وفي اي زمن، وممكن يطلبوا لك في مكان تاني كمان. يعني ممكن تكون انت بتشتغل في شركة في موسكو whatever وانت موجود في اوريول مدينة قريبة، وطلبوك ان انت تيجي موسكو في خلال ساعتين، انت مضطر تركب الطيارة وتروح في خلال ساعتين، او مثلا بكرة عندك اجتماع فانت المفروض انك تركب وتروح بكرة الاجتماع. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش وما استناش، لا طبعا. علشان كده دي اكتر سالب ممكن تلاقيها في الشغلانه دي. ايجابيات طبعا ان هو بيكون شغل حكومي، وبيكون كمان ان هو شغل مستقر، وبتبقى عارف اجازاتك ومواعيدك، بس عيبه ان انت مش بتشتغل بمزاجك، بتشتغل على مزاجهم هما. وكمان بيكون عدد الشغل 5 و2، يعني تشتغل 5 ايام وبتريح يومين، وفي العادي في روسيا الاسبوع بيبدأ من يوم الاثنين، فانت بتشتغل يوم 2 و3 و4 وخميس وجمعة، وبتريح سبت وحد، ودي اكتر عيبين ممكن نلاقيهم موجودين في الشركات. في تيمكوف انت بتقدر تشتغل في الوقت اللي يعجبك وفي الميعاد اللي يريحك، بس في الشركات دي بتبقى صعبة شوية ان انت تعمل السيستم اللي انت عاوزه، هما دايما بتمشي على حسب السيستم بتاعهم هما، مش السيستم بتاعك انت. طيب حاجة جميلة جدا، حاجة رائعة جدا. تعالوا بقى اقول لكم انا من وجهة نظري انهي اللي ينفع اكتر. اولا احنا هنتكلم على سلبيات وايجابيات، احنا قلنا سلبيات دي وقلنا سلبيات دي وقلنا ايجابيات دي وقلنا ايجابيات دي. هقول لكم على طول انا من وجهة نظري شايفة لو انت
انت طالب ولغتك مش قد كده كسر، يبقى خليك في تنكوف، لان تنكوف فيه امكانيات ان انت لو 30% او 20% بتفك خط يعني، ممكن تتعامل مع عرب، تعمل لهم تأمينات صحي، تعمل تأمين لحد على العربية، تعمل تأمين لحد على شقة اشتراها، وهكذا. فهتاخد فلوس اكتر وفي نفس الوقت هتستفاد اكتر. لو انت خصوصا عندك في الفترة الاولانية اللي هي بيبقى فترة اللغة دي كسر شوية، لا انت لغتك افضل، لا يبقى نشوف موضوع الشركات. طب انا طالب وخايف من نسبة الوقت ومش عارف اعمل ايه، ومش حابب ان الوقت يدخل في بعض، الجامعة والشغل ومش عارف ايه، يبقى خليك في تنكوف. تنكوف فيه سماح ان هو سوابودنا فريما، ودي اكتر حاجة بتبقى لطيفة بصراحة في تنكوف. طيب حاجة اخيرة، تنكوف مش دايما بيكون متاح. يعني مثلا انتوا تدخلوا كتير قوي بتسالوني الوظيفه مش شغاله، ما قابلوش مش عارفين، بياخدوا كميه الناس اللي محتاجينها. يعني لو هم عايزين 5 بياخدوا 5 خلاص، بيقفلوا الوظيفه، وبعدها هتلاقي كل اللي بيبعت هياخد اتكاز، هياخد اوف، يعني هيتقفل له البتاع. ممكن يدخل على اللينك يتفتح معاه ويكتب بياناته، وفي الاخر يتصلوا بيه يقولوا له للاسف الشغلانه اتملت. يعني فاهمين؟ فلازم تركزوا في النقطة دي. من وجهة نظري احب اقول لكم تنكوف كويسة لو انتوا عايزين توفقوا ما بين الدراسة وما بين ولو لغتكم لسه كسر، بس لما توصلوا لمرحلة ان اللغة حلوة مش عارفه ايه ومش عارفه ايه، يبقى الافضل ان انتوا طبعا تشوفوا الشركات والمكاتب اللي بتحتاج مترجمين، وقلت لكم على الطريقة تقدروا تلاقوهم منين. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. كانت معكم مونيكا، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.